صباح الخير يا شباب. ما درهم من صباح يا عمران، خير نشفته في الليل. خلاص تمام. السلام عليكم، جينا لكم مقطع جديد وجاوبنا على الأسئلة التي سألتمها في المقطع السابق. أيوة. حق تحدي الأندومي والتحدي الثاني. الآن بنجاوب على أسئلتكم وإن شاء الله تنال إعجابكم الأجوبة. ويلا نخش. نبدأ بالسؤال الأول من بسام عبيد. بسام عبيد، تحية لك يا غالي، ورابط قناته بالوصف، اشتركوا في قناته. السؤال لمهند. السؤال هكذا جاء أول سؤال. طيب أول سؤال ما ينفع، أول تعليق منه. قال السؤال مهند. مهند، تخيل يجي خبر عن مراد إنه مات، إيش راح يكون موقفك؟ بعد الشر منك يا مراد، الله المستعان. إيش بيننا وأنت شوف هذا الشيء موتني. أول شيء أنا أقول لكم تفعل حاجة من كبيرة. بعزم عيال الحارة كامل وندع حفلة ملو مشحل يوم فرحي، تخلص من واحد هم كبير كبير. طبعا هذا جواب يعني الصراحة راحة، يعني ما يعجبني. افتهمت هكذا يا بسام، قبل تدري تشعف على الآدمي. السؤال الثاني من السفير في عالم الجن. السفير في عالم الجن يقول: مراد، هل طلب منك مهند أن تغير اسم القناة؟ كما أنا جني محرش. جني محرش باين من اسمك قدك سفير في عالم الجن. في عالم الجن. مهند ما قد طلبش مني، ما طلبش مني. ما طلبت. مع ان انا بنقول له لو تشي نغيرها نغيرها، تشي نغيرها. ماشي، يعني انا ولا مراد شخص واحد سهل. طيب السؤال الذي بعد من ابو محمد الماربي. قال مهند قال بالفيديو لا تهنجم حنقتك اكبر مني. طيب سؤالي، هل قد تضاربتم بامانه؟ وهل تسخى على مهند يا مراد او ماشي؟ طبعا يعني ما يسخش علينا. ما يسخش علينا، ذاك السر العظام حقه وبالزل عناية، يعني بالزل عناية مركزة، بس احيانا يعني يقع بين الحياة والموت، ما يسخش علي. بس صدقوا ما قد ضربناش ولا مرة. السؤال الذي بعد من لحالي أحلالي. أول شيء قال: منورين، سؤالي كيف أول ما تعرفتم على بعض وكم صار لكم، وإيش سبب الوفاء والمحبة اللي بينكم؟ الوفاء ما تغير. بس والله أول شيء منورين، عاكس نورك يا شيخ، شكله طافح من الدنيا لحالي أحلالي. تعرفنا قد كم لنا؟ أول شيء يعني قد تعرفنا يعني قد 3 سنين كذا، سنة ونص. أول ما تعرفت على مراد حصلته في القمامة جالسة قد صحح، بعدين أخذت له أنزل البيت وجلست يعني ربيته وكنت أدي له أكل. أزعل من أنا كلب عليه، هصدقوا. تعرفنا من جد أي صحاب تعرفوا اللي يلعبوا كرة. إيش سمعت؟ السؤال الذي بعد بس أخيرا عملتوه. السؤال الذي بعد من عبود أكرم. ايش يكتب عبود أكرم ولا كيف بالإنجليزي؟ ما يكتب عبود أكرم. الذي يقدر يكتب الاسم سواء ولا يقرأ لي سواء يكتب في التعليقات. قال كلمنا من أحلام ممثل تلفزيوني عندك. يمني عندك. محمد قحطة. وأنا بالنسبة لي صلاح الوادي. هذا بالنسبة إنه ممثل يمني، ولا لا تشي من الممثلين الأجانب، يعني من جميع الممثلين أنا أعشق حبيب القلب الأسطورة محمد رمضان. ننتقل للسؤال الذي بعده من ابن اليمن. تحية لك يا ابن اليمن، نشغل لك شيلة يعجبنا. احتزم بي الخواي، والله ما عزمي جواي، عزمي رجال. بس يقول ابن اليمن: أول شيء تحية لك إنك معتز بوطنك. ثاني شيء يقول: أنتم الاثنين ناجحين ما شاء الله عليكم، بس بتواصلوا مشروع نجاحكم سواء، أو بيجي يوم تختلفوا كل واحد في طريق. أكيد أتمنى تجاوبوا عن سؤالي وعفوا عن الإحراج. يعني ما فيش إحراج، وأكيد بنفترق، كل واحد بيمشي في طريق ثاني. أكيد هذا أنا مفترقين من ذا الحين. أيوه. السؤال الذي بعد من عبد الوهاب الكولي. تحية لك يا عبد الوهاب، والرابط حق قناتك في الوصف يا غالي، اشتركوا في قناته، واحد المصمم المبدع هذا. طيب السؤال قال: يا مراد، من أفضل عندك من الفنانين، صلاح الأخفش ولا محمد عطيفة؟ جاوب على سؤالي. ليش الرمز هذا؟ طبعا هو داري ان مراد شوتلي حق اعراس، ما يفلتش العرس ولا يرجع عرس. ما يجمع لسانك، ما يجمع لسانك. بالنسبه لك من عندك الفنان المفضل؟ صلاح الأخفش ولا محمد عطيفة؟ محمد عطيفة. طبعا انا صلاح الأخفش. انا من الاخ يفضل جدتي صلاح الأخفش. السؤال الذي بعد من معاذ شعوة. تحية لك يا معاذ، لا دخل المملكة، هذا عدو مال من عندنا من عندنا. طيب. قال: أنا أعرفك أنت يا مراد شاب طيب ورجال، تحية فوق راسي يا غالي. بس أسألك سؤال، ليش تركت الفيديوهات مع عبد العزيز الجوني وقبلت هذا معك؟ وهل بتواصلوا مع بعض ولا بس لفترة محددة؟
اكيد مثل ما تركت عبد العزيز بترك هذا. لا نجي تودي فيها معاك. اصدق القناة حق هذا وانا مع هذا ونصور مع هذا ونفعلها. هذا مع هذا يكونوا هذا. عبد العزيز مثل معنا اول فيلم مسحنا لانه عاد كان الامكانيات ضعيفة جدا، ما في صوت. كانت صوت الرياح اكبر من صوت الذي يتكلم. فيلم الرعاوي والسيكل ده حابب نصوره انا ومحمد ان شاء الله بطريقة افضل وبامكانيات افضل. احنا حذفنا من القناة لانه حتى عبد العزيز قال ما يشتيش يمثل وقال احذف فيديوهات يا مراد، بينما انا حذفته لانه والله. السؤال الذي بعد من صنعانية من تعز. كيف صنعانية من تعز؟ يعني مثل يقول جنين الانس. تمام. مراد ممكن تجيب على هذا السؤال بأمانة لا تكذب. أنت خاطب أو لسه؟ تكح فيك الكورونا. كورونا قم خاطركم. يلا خلاص نرجع للسؤال من صنعاني من تعز. اسمع، أنت خاطب أو لسه؟ لسه ولا نجي بكرا؟ طبعا يا صنعاني من تعز أنا لسه مش ما خطبتش بس بخطب بالشهر هذا إن شاء الله. لسه نجي بكرا. حسبي الله بس. إن شاء الله هذا الشهر. السؤال الذي بعد من أصوات عربية. طيب. إيش اسم مراد وإيش اسم مهند؟ كيف اسمه؟ الله يهديك. الله يهديك الله يهديك. ها كمل السؤال. بصدق كل واحد يتكلم باسم امه. يعني الشيء اسم امنا. وهل عندما اي شخص يسالكم عن اسم امكم تحرقوا ولا لا؟ يعني كذا بالمفتوح تكتب اسم امك في التعليقات واحنا نجاوب باسم امنا. نشوف انك قلبك تكتبه بامانه. طيب السؤال الذي بعد من الياس الحمادي او الحمادي والله ما ذلك. ايوه. مراد العقاب، ليش انت متكبر وشايف نفسك ايش بعد تستفيد؟ قال لك الله وهذا هو سؤالي. طبعا مراد نسميها المضربة حق الحارة، الاستهزاء حق الحارة. أين التكبر بالموضوع؟ أنا متكبر. خلاص بس. أول شيء منين تعرفني؟ يعني ما تعرفنيش شخصيا عاسب تقول عليا متكبر. احكم على واحد وأنت تعرفه. مراد ما في شيء تكبر، الكبير الله بس. السؤال الذي بعد من ابن العماد. أول مرة أشوفكم ما شاء الله عليكم، أسألكم أنتم أخوة ولا أصحاب ذا الحين؟ إحنا لا أخوة ولا أصحاب بصراحة، يعني قد لكم القصة ونينا تعرفنا كان بالقمام وكذا، يعني ربتنا الأيام صراحة. القمام يعني الشيء اللي يرجعني وصل القمام. تصدقوا شغل إنه كذا. السؤال الذي بعده من وليد الأحمدي. هذا صاحبك. تحية لك يا وليد الأحمدي. طبعا هذا زميلي درسنا وياه صف تاسع. قول لهم ادي لهم قصة حياتهم. وبعد هذا قال وليد الأحمدي هو بيعلق خيرات الصدق. أنا عجبني هذا وليد. قال سؤالي هل أنت تحب مهند أو لا؟ أنا أعرف بس أحب اسمها منه. الصدق يا مهند أنا اليوم قررت أعترف لك إن أنا كده أنا أقول لك وشيت عسل. اسمعنا. السؤال الذي بعد من محمد الملاحي. تحية لك يا محمد الملاحي أعرفه. يقول السؤال مهند، بعض السلبيات والأشياء التي تكرهها بمراد أو أسباب بعض خلافات تصير بينكم، لأنه مش معقول ما تختلفوا أبدا. أكيد نختلف والخلافات تكون بسيطة. مثلا معاكم الشوتري هذا مراد نسينا العاب، والله اليوم معاه عرس مع محمد ضيفه مراد. هي يا مراد نصور مقطع، ايش رايك نصور كذا مقطع سريع يعني علشان اخوه. يقول لي لا والله اليوم معانا عرس حق صاحبي صاحبه واخته الزوجة على صاحبه مش هيصير العرس. الله 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 لا اله الا الله. السؤال الذي بعد من حالات قيامة عثمان. هذا شكله يعشق المسلسل. ما الذي شجعك في هذا المجال يا مراد؟ طبعا الحمد لله انا شجعت نفسي بنفسي وما احتاج اي واحد جنبي انه يشجعني. انا ما احتاج اي شخص، يعني انا هكذا من الله الحمد لله. انا بنفسي يا اخي رجعت رحله. انا يلا خلاص اجلس. هذا هو انا اللي ابغى اشجع جنبي. السؤال الذي بعد من جنون عاشقه. من تحب الاكثر يا مراد، اني ولا مهند؟ هذا شكل واحد صاحب الشيخ علي مسمع. يا مقوتي يا بسطة مش مهم. السؤال الذي بعد من البرنس. يقول مبدع يا أستاذ مراد. يا أستاذ مراد. يا شوتري مراد. تحية لك يا برنس. يقول هل بتجهز هذه السنة أعمال لرمضان؟ طبعا إن شاء الله بنجهز لكم، واللي معاه فكرة حالات يفعل لنا بالتعليقات. وإن شاء الله بنجهز لكم إن شاء الله 4 حلقات. يلا السؤال الذي بعده من نادر المطري.
نادر المطري يقول والله ما هذا سؤال. أنا نادر المطري صاحبي معروف من يعني عادي نزل عليه. قال والله ما بسؤال. يا أخي مراد إيش أمشي عليك من سؤال. يعني أنا نادر أنا أقول لك تحية لك. السؤال الذي بعده من أحمد فؤاد شاجر أبو عسكر. تحية لك أبو عسكر. قال سؤالي هو نقط من أطلب. أحمد شوف اكتب سوا عندك وش يكتب من أطول بس هو كان مخزن. قال من أطول أنت ولا مهند؟ سرع اشتي جواب. سرع. طبعا الطويل يعني قد اكتب سر ما الطويل بيننا. ما مش فرق. السؤال واضح. السؤال الذي بعد من عبد الله الصبري. تحية لك يا عبد الله، يوتيوبر ورابط قناته في الوصف. قال مراد إذا حد طلب منك إنك تفلت القناة مقابل 100,000 إيش تختار؟ ماشي ماني تاني نبدأ حفلة فاني في زماني كله ماشي ماني. انتقل للسؤال الذي بعده وابعد النظارة. السؤال الذي بعده ابعد النظارة. أنا ما بعدهاش لأنه السؤال الذي بعده من عبد الله دايفرز. تحية لك يا عبد الله. هذا معك قناة اتصل ورابط قناته في الوصف. قال السؤال الأول كم لك تجمع الألف؟ طبعا اشتغلنا في مجال الصحة جمعنا 450 ريال، رجعنا كملناها اشتغلنا لحوح وطلعنا 1000. والسؤال الثاني ثريا بنت من؟ ثريا لا اسمعنا عمار العزكي هي بس حزك. آخر سؤال من شعلة منيلة في العواضي يقول أنا بسألك أنا إيش اسم أمك؟ هو داري بس يعني يفضحنا ما نجاوب. ليش نشرت المقطع الأخير وأنا قلت لك لا تخلط في المحتوى؟ طبعا كلامك صحيح يا ليث، ما نشوف نخلط من المحتوى بس هذه كانت رغبة المتابعين، قالوا نفعل تحدي بمناسبة الصورة معنا. ما هي أفضل قناة عندك؟ خنبلة لا دافع البلع. طبعا عندي أنا أفضل قناة يعني يوتيوبر وناس حلوين وانصحكم تشتركوا في قناته، قناة مراد العقاب. إن شاء الله وين ما بشوفك قاتلك. هيدي على المباشر وتهديد قاتلك يا كلب يا خنزير. وصلنا نهاية المقطع. شاركونا وزورونا مع مرض الكورونا. خلاص تحياتنا للجميع ان شاء الله ما يكونش اخر فيديو لان الكورونا وصل صنعاء وان شاء الله يعني بيبدا الباب. خلاص نهاية المقطع تحياتي.